طبعا بعد اللي حصل في الحلقة اللي فاتت وخلصت ان الهاكر اللي كان بيكلم شهاب اتقتل، هل كده اول طرف الخيط اللي هيحل كل مشاكل شهاب ضاع؟ الحلقة التانية بتبدأ عند نفس اللقطة اللي خلصت فيها الحلقة الأولى، وهي إن شهاب كان رايح عند الواد الهاكر ولقى الناس هناك عنده قتلوه. شهاب بيستخبى على السلم لما بيشوف الشابين دول خارجين من عند الهاكر دوت من شقته، وبينزل يجري وراهم، فبيلاقي موتوسيكل بتاع دليفري لسه جاي دلوقتي، فبياخد الموتوسيكل ده ويجري ورا الشابين دول. شهاب وهو ماشي ورا العيال دي بالموتوسيكل وهم ماشيين قدام الموتوسيكل بيقفوا عند مكان كده وبينزلوا منه. شهاب بينزل من الموتوسيكل وبيشوف الموتوسيكل بتاعهم لسه واقف حالا، لكن في شابين واقفين جوه في مكان التصوير وكله ناس مشاهير وناس بلوجرز ويوتيوبرز كتير. شهاب بينزل عند موقع التصوير بتاع الشباب اللي هناك دي المشاهير، وبيلاقي ان منهم شابين اللي هم لابسين جواكت نفس اللي شافهم بالظبط، وبيكونوا الشابين دول اللي هم الامز توينز اللي هم الهيكل توينز يعني من الاخر. بيشك فيهم شهاب، لكن المخرج بتاع التصوير بيمشي شهاب يقول له المكان ده مكان تصوير وما ينفعش يكون حد واقف فيه. شهاب طبعا بيتوه الموضوع وبيعمل ان هو جاي يتصور مع الجماعه دول اللي هم الفنانين، والمخرج لما بيمشيه شهاب بيقف من بعيد وبيروح جاي مصورهم لقطه بالتليفون عشان يبقى هو معاه دليل ان هم دول اللي قتلوا الهاكر. بعد كده بنشوف المارشال اللي هو شاهين عنده حاله تسمم بعد ما صاحبه سممه في الحفله بتاعه فرحه المره اللي فاتت، وبيكون تعبان في المستشفى وصاحبه بيزوره اللي هو صاحبه الانتيم قوي، وبيكون طبعا جنبه مراته اللي هي فرح الزاهد. طبعا المارشال ما بيكونش عارف مين اللي سبب له التسمم ده، وصاحبه بيسالهم هما الاثنين هو ومراته، بيقول لهم في حد تاني يعرف خبر التسمم ده غيركم؟ لكن هما بيقولوا له لا ما حدش غيرنا يعرف الخبر ده. وبيقرر ان هما يجيبوا اللبس الصيفي بتاعهم علشان يعملوا رحله للمالديف، لكن في الحقيقه هما مش هيروحوا مالديف ولا حاجه، هما هيتصوروا ويعملوا جرافيك على الكلام دوت كانهم راحوا بالظبط، وكل ده علشان الجماهير اللي مستنيه الصور والبوستات بتاعه شاهين طبعا اللي هو اشهر يوتيوبر في مصر دلوقتي، ده طبعا ده في المسلسل مش في الحقيقه، ويركب صورهم على صور المالديف وكانهم هم راحوا هناك يعني بالظبط. طبعا ده كله علشان المشاهدات بتاعه الاغاني تزيد اللي هو عاملها، والمشتركين والمتابعين يزيدوا يعني، خصوصا ان ده فرح اشهر يوتيوبر في مصر. وبيتفقوا ان الموضوع يفضل سر ما بينهم هم الثلاثه ومحدش يعرف اي حاجه خالص لحد ما يعرفوا مين السبب في عمليه التسمم دي. لكن شهاب بتكون تايهه عنه فكره ان صاحبه هو اللي سممه. بس انا عندي حاجه كده عايز اعرفها، يعني هي ازاي دي اخت هنا الزاهد؟ يعني دي حاجه في دماغي كده بتلف من ساعه ما اتفرجت على المسلسل، وعايز افهم دي ازاي اختها. يعني هنا الزاهد شيء، فرح الزاهد شيء تاني خالص، يعني لا دور ولا التمثيل بتاعها ولا الشكل اللي هي عاملاه اللي عامل زي بتوع الفتيات الليل ولا طريقتها ولا اي حاجه فيها خالص تدل ان هي اخت هنا الزاهد غير الشكل بس، بل هنا الزاهد احلى وتمثيلها ارقى من كده بكتير. ما علينا ملناش دعوه، هي ارزاق. شهاب بعد ما بيروح المكان بتاع التصوير ده ورا الشباب بيرجع تاني مكان الجريمه، لكن بيلاقي هناك البوليس وبيلاقي اسعاف وبيلاقي كل الصحفيين واقفين هناك علشان يصوروا الجريمه دي. بيركن شهاب الموتوسيكل بتاع الدليفري اللي هو سرقه من الراجل بتاع الدليفري يا عيني ومشي بيه، وبيرجع بيه تاني وكأن مفيش حاجه حصلت خالص، لا وبيقعد مع بتاع الدليفري يتكلم معاه ولا كأنه خد الموتوسيكل بتاعه. بيحاول شهاب يعمل نفسه مش عارف ايه اللي حصل وان هو جاي يستفسر عن الموضوع يشوف في ايه بيجرى في الجريمه دي، لكن الضابط اللي واقف جوه ما بيرضاش يدخل شهاب في الاول، لكن بعد ما شهاب بيشوف صاحبه انه واقف جوه ضابط يروح يتكلم معاه بخصوص الجريمه، لكن صاحبه الضابط ده بيستغرب يقول له هو انت رجعت تاني للصحافه ولا ايه؟ فشهاب بيقول له لا انا ما رجعتش للصحافه ولا حاجه، بس انا كنت معدي فشفتك قلت انزل اسلم عليه. طبعا شهاب كذاب وهو عارف اصلا الموضوع ده كله حصل ازاي والواد ده مات ازاي، بس هو حب يعمل نفسه عبيط كده يعني من الاخر، هو يمكن يعرف اي معلومتين زياده يعني. بيرجع شهاب البيت بتاعه ولسه هينام بيلاقي علي صاحبه بيرن عليه وبيقول له انزل لي انا واقف لك تحت البيت عايزه. بينزل له شهاب وبيتقابلوا تحت البيت وبيقول له انت كنت فين لوش الصبح، لكن شهاب بيتحجج ويقول له انا كنت بجيب سجاير بالعربيه بتاعتي لما السجاير بتاعتي خلصت. علي بيقول لشهاب انا عازمك على الفطار تعال نفطر عندي في المكتب ونتكلم في موضوع مهم كده. بنشوف بعد كده شاهين اللي هو المارشال في المسلسل هو ومراته وصاحبه قاعدين في المستشفى على السرير بتاع الاوضه، بيكونوا حاطين وراهم خلفيه كرومه خضراء اللي انتوا عارفينها دي بتاعت الفيديوهات، وصاحبه بيصورهم كانهم راحوا المالديف فعلا، وكل ده علشان يكذبوا على المتابعين والمشاهدين بتوعهم ان هم في المالديف، لكن في الحقيقه هم في المستشفى مش في المالديف ولا حاجه. طبعا الكلام ده كله بيوضح لنا ان حياه البلوجرز والناس المشهوره دي جدا بتكون كلها خداع وكده، وان ممكن يكون اصلا قاعد في البيت بتاعه وبيصور لك نفسه ان هو في حته بره مصر، والخيبه ان كل الناس بتصدق. جرافيكس وحياه البلوجرز والناس المشاهير دي كلها خداعه وكدابه والله. وطبعا كالعاده الناس سايبين شغلها وسايبين كل الحاجات اللي وراها وقاعدين بيتفرجوا على الصور بتاعتهم والبوستات ويعملوا لهم لايكات، والريتش بيزيد والتفاعلات بتزيد عندهم على القناه بتاعتهم والاكونتات. زي على سبيل المثال توفيق اللي احنا كنا شايفينه في الحلقه اللي فاتت شغال عند علي في الشركه، سايب الشغل بتاعه وقاعد بيتابع لايف الفرح بتاع شاهين. طب يا جدع اشتغل يعني شغل شغلك، لكن كل ما علي يقول له يا توفيق اشتغل، توفيق يقول له انا كده شغال وبعرف الاخبار لان هي دي الاخبار المهمه اللي كل الناس عارفاها. وطبعا بنعرف ان فرح اللي هي مرات شاهين في المسلسل في بينها وبينه مشكله، وان هي على طول بتسيبه لوحده لان هو كان بيخونها في فتره الخطوبه وعارف عليها بنات كتير لحد دلوقتي. بنرجع بعد كده لعلي وشهاب لما علي راح له عند البيت بتاعه وخده وقال له تعالى نفطر في المكتب بتاعي. بنشوف ان علي عامل مكتب جديد جدا في الشركه بتاعته لقسم
قسم الحوادث، ويكون خصيصا لرئيس قسم الحوادث اللي هو شهاب اصلا، وبيوروا له المكتب وبيوروا له الاوضه بتاعته، بيقول له دي كل حاجه تبقى خاصه بيك لما تيجي تشتغل عندي هنا. طبعا شهاب بيقول له هو انت جايبني من بيتي وانا كنت لسه هنام عشان تفرجني على الاوضه دي؟ انا مش هرجع للحوادث تاني ومش هشتغل في موضوع الحوادث ده تاني. طبعا علي علشان يرشي شهاب راح جاي مطلع له رزمه فلوس وبيقول له خد الفلوس دي، احنا اعتبرنا اخوات، وانا ياما خدت منك فلوس كتير وانت اديتني كتير وما استنيتش وما اتاخرتش عليها في حاجه، خد الفلوس دي ليك هتنفعك في وقت زنقه، وانا يا عم مش برشيك ولا بعمل لك اي حاجه. وبيهزر معاه كده بيقول له برجعهم لي تاني في وقت قريب يعني. بيقعدوا بعد كده يفطروا في المكتب بتاع علي وبيتكلموا في موضوع الحادثه اللي حصلت لشاب زمان وعايز يعرف مين اللي عمل المشكله دي كلها، وشاب بيكون لسه بيدور ورا الخيط اللي عمل له الفيديوهات بتاعته على الفيس دي وعلى كل السوشيال ميديا. وطبعا زي ما احنا عارفين من الحلقه الاولى الفيديوهات دي كانت سبب في تدمير حياه شهاب. بنشوف بعد كده ان علي ماسك الموبايل وهو قاعد بيفطر وبيلاقي الخبر بتاع الهاكر ده نزل على السوشيال كلها ما عدا الجريده بتاعته. طبعا علي بينادي على العمال بتوعه بيقول لهم انتوا ازاي اخر جريده بتكتب عن الخبر ده، وبيسال واحد من الموظفين اللي شغالين عنده في الشركه وبيقول له ايه التفاصيل اللي انت عارفها عن الخبر ده؟ فبيقول له انا عرفت ان الشاب اللي مات ده كان قاعد لوحده في الشقه وجات له سكته قلبيه ومفيش حد معاه فمات. فطبعا علي بيتصدم بيقول له سكته قلبيه ولوحده ازاي؟ فعلي بيشك في شاب بيقول له وانت ازاي عارف الموضوع دوت ولا انت شاكك فيه؟ شاب بيقول له ما تنساش ان انا كنت صحفي يعني قديم في قسم الحوادث، فاكيد عندي خبر يعني وعندي نبذه عن المواضيع وبشك يعني. فشاب بيسال الموظف ده بيقول له طب ما تعرفش اي تفاصيل تانية؟ والموظف بيقول له انا اعرف ان هو كان اسمه يوسف وكان عايش لوحده في المعادي في شقته ومفيش حد بيزوره ولا يعرف حاجه عن حد. فشاب بيسكت شويه كده ويقعد يفكر في الموضوع وان ازاي الخبر ده بقى مزيف وان ازاي الحكومه بتداري على حاجه زي دي، وبيقول اكيد جريمه القتل دي وراها شيء مهم جدا وعلشان كده بيزيفوا الخبر وبيخبوه عن الناس. بنشوف بعد كده ام المارشال بترن عليه وهو في المستشفى تعبان، لكن هو بيكونش قايل لها ان هو في المستشفى ولا بيكون اي حاجه. بنشوف الفرق بين حياته وبين حياه امه وابوه، يعني هو قاعد في فيلا وعنده عربيات وعنده متابعين كتير وفلوس كتير وغني جدا، لكن امه وابوه قاعدين في بيت قديم وحياتهم زي حياه الفقراء بالظبط. طبعا بيقعد يتاسف لامه عن الغلطات اللي هو عملها زمان وعن الزعل اللي هو كان مسببه لها. امه بتقعد تساله هو انت كويس يا ابني؟ هو انت فيك حاجه؟ طب اجيلك انت فين؟ لكن هو بيكون مخبي عنها عشان ما يتعبهاش وبيطلب منها انها تدعي له وتسامحه عن اي حاجه عملها غلط زعلتها طول حياته. بنشوف ان بنت قاعده ورا المارشال بتراقبه وبتسمع الكلام بتاعه وهي في المستشفى عنده، لكن لسه ما بنكونش عرفنا دي مين. لكن صراحه شاهين ضايع في التمثيل خالص، يعني لو قارنا بين دور شاهين وقارنا بين دور ويجز في التمثيل، لا فويجز عجبني. ويجز طلع بدور كده في شاب فلاحي صعيدي وبيمثل كويس، يعني ويجز اتقبل في التمثيل حلو، لكن شاهين ما عجبنيش ورياكشنات وشه ما عجبتنيش وطريقه كلامه في التمثيل كده مش داخله دماغي. يعني خليك في الراب يا شاهين وابعد عن التمثيل، والله انت ماشي في الراب فل. يعني اللي قال شاهين خش مجال التمثيل دوت تحس ان هو اداله ب 3 جنيه تمثيل في كيس كده بلاستيك وقال له اجري. بنشوف بعد كده شهاب راح لاسماعيل اللي هو كان شغال صحفي زمان ومره واحده بقى غني وعنده قصر وعربيات وشركات لوحده. بيدخل عليه شهاب العربيه بتاعته وهو واقف بره والبودوجارد بتاعه بيتدخل في الموضوع، لكن اسماعيل بيمنع البودوجارد بيقول له عادي ده شهاب صاحبي. طبعا شهاب بيحاول يوقع اسماعيل في الكلام عشان يقول له مين السبب وراء قتل يوسف ده اللي هو الهاكر، وبيقول له غريبه يعني ان يوسف ده كان معايا الصبح واول ما كلمني في موضوع بالليل لقيت خبر وفاته في الجرايد كلها وفي كل الجرانين. اكيد انت يا اسماعيل اللي ورا كل الموضوع اللي حصل دوت ورا جريمه القتل دي. اسماعيل بيبرر موقفه وبيقول لشهاب انا ممكن دلوقتي اضيعك واسجنك بسبب الكاميرات اللي بتصورك وانت داخل تتهجم عليا في عربيتي. بيقعد شهاب يتكلم معاه وبيحاول يوقعه في الكلام، لكن اسماعيل ما بيوقعش في الكلام، ما بيوصلش شهاب لحاجه. لكن شهاب بيقول لاسماعيل ان انا فقدت كل اسرتي وما بقاش عندي حد اخاف عليه، يعني لا بخاف من حد ولا بخاف من حاجه واللي عندك اعمله. بنشوف بعد كده المارشال البنت اللي كانت قاعده ورا في المستشفى داخله عليه وبتتكلم معاه، وهو بيفكرها عايزه تتصور معاه، لكن هي بتطلع مش عارفاه اساسا ان هو من المشاهير. بتقعد تتكلم معاه وبتكون عارفاه بس من الاغنيه اللي هو عاملها، لكن مش عارفه حياته اكتر ولا عارفه قناته ولا عارفه اي حاجه عنه خالص. وبتقول له انا قدامي اسابيع او ايام معدوده واموت، لان عندي مرض في دماغي والمرض ده لو ما عملتلوش العمليه في اقرب وقت ممكن يدمر لي وياكل كل جسمي. وبتقعد تتكلم معاه وبيتعرف عليها، وشاهين بيعرف ان هي قاعده لوحدها في المستشفى هنا وبيستغرب ان ازاي ما حدش بيجي يزورها. شهاب بيروح الشركه بتاعت علي ما بيلاقيش حد هناك غير توفيق اللي قاعد 24 ساعه على المشاهدات بتاعت الفيديوهات البلوجرز الناس المشهور. وبيعجبني توفيق جدا والله، يعني شخص كوميدي كده وشخص طريقه كلامه كويسه. يعني واحد زي توفيق ده لو كان واخد دور اكبر في المسلسل بدل مثلا الامز توينز اللي ما عندهمش بربع جنيه كوميديا ممكن يكون اتشهر والله وبقى حاجه كبيره في التمثيل. توفيق ده هي الشخصيات قبول والناس بتبقى قبول والله مش بالعافيه. بيسالوا شهاب عن اماكن الناس اللي هو بيتابعهم البلوجرز دولت، بيقول له طبعا انا عارفهم، ده انا متابعهم 24 ساعه وبتقعد تتريق عليا انت وعلي صاحبك ان انا ما بشتغلش ومتابعهم بس. بنشوف بعد كده كافيه كبير وقاعد فيه الامز توينز، والغريب ان هم بيكونوا قاعدين بيتفقوا على اعلان يصوروه على الاكونتات بتاعتهم بس، وطبعا سعر الاعلان ده بيكون 65000 او 70000 جنيه، وصاحب الاعلان بيقول لهم انت ممكن تاخدوا 25 او 30000 جنيه مع بقى شويه الهدايا والمكافئات والحاجات اللي انتوا هتاخدوها مني. يعني اتريقوا عليه ويقولوا له انت ال 25000 جنيه دول ممكن تديه لديدو وينزلوا لك عنده على القناه بتاعته وخلاص شكرا. في الكلام دوت ديدو بيكون داخل عليهم الكافيه، طبعا ديدو بيتضايق ويزعق مع الراجل بتاع الاعلان ويقول له ده انا الاساس وانا اللي عامل الناس ديت ومن غيري ما كانوش يبقوا حاجه. طبعا التوينز بيقعدوا يتريقوا عليه وشغل استلطاف وحاجات ملهاش لازمه. انا مش عارف الناس دي ازاي بايخه كده،
يعني ولا كوميديا ولا حاجه بتضحك ولا فيهم اصلا ريحه التفاهه. يعني حتى الناس اللي بيقولوا عليها دي تافهه دول ما فيهمش حته التفاهه، دول بيتصنعوا الموضوع، وكميه بواخه وكميه خفه دم لا نهائيه يا شيخ. بعد ما بيخلصوا تريقه على ديدو، وديدو بيتضايق منهم وبيكون متعصب جدا وبيمشي من الكافيه، بيكون شهاب قاعد في ترابيزه في الكافيه وشايف الموضوع اللي بيحصل كله. بينادي شهاب على ديدو ويقول لي يا نجم انا عايز اتصور معاك، انا عارفك اللي انت مشهور. وشهاب ما بيكونش عارفه اصلا ولا عارف اي حاجه، بس هو عايز يجيب رجله في اي موضوع. يعني شهاب بيقول له هي الناس دي مزعلك في ايه وايه اللي حصل بينك وبينهم؟ فديدو بيقول له ده انا اللي عملتهم ودلوقتي هم عايزين ياخدوا مكاني، وبالفعل خدوا مكاني وانا عايز ارجع مكاني تاني. بيقول له دول من غيري ولا حاجه وما كانوش حاجه زمان وكانوا شحاتين، ولولا انا كان زمانهم قاعدين في المكان ده دلوقتي. شهاب بيقول له طب انا صحفي والعيال ده انا عايز اوقعهم في اي مشكله، فلو انت عندك اي حاجه تضرهم قول لي عليها وانا اكون مساعدك يعني. فديدو بيستغرب كده بيقول له لا انا عندي مواضيع كتير قوي بس انا عايز افكر في الوقت، يعني يمكن الاقي حل تاني اوقع بيه العيال دي واكون ضرتهم بشكل اكتر في شغلهم وارجع نركب المجال بتاع السوشيال والترندات من تاني بدله. شهاب بيديله الكارنيه بتاعه بيقول له خد لو انت وصلت لاي حاجه قول لي وكلمني وانا هقدر اساعدك. ديدو طبعا بيفكر وبيقول له خلاص احنا اتفقنا، ولو انا عندي اي حل غير الحلول اللي في دماغي هكلمك اكيد ونوقع العيال دي في المشاكل. وطبعا شهاب بيعمل كل الموضوع دوت علشان هو شاكك فيهم ان هم السبب وراء قتل الهاكر ده، لان هو لما مشي وراهم بالموتوسيكل شاف اتنين لابسين جواكت جلد سمراء نزلوا من الموتوسيكل ودخلوا مكان تصوير. وعلى ما شهاب نزل من الموتوسيكل ودخل فعلا مكان التصوير دوت شاف ان في اتنين شباب لابسين جواكت سمراء وهم فعلا الشباب المشهوره دي اللي هم الامز توينز. شهاب بعد كده بيمشي وبنشوف ان هو رايح عند البيت بتاع يوسف الهاكر اللي اتقتل فيه، وبيكون في ضابط شرطه واقف بره البيت وبيكون حارس البيت علشان ما حدش لا يدخل ولا يخرج من اصحاب العماره. شهاب بيتسحب من ورا الضابط ده عشان يخش العماره وعايز يطلع الشقه بتاعه يوسف الهاكر يعرف منها اي تفاصيل او اي حاجه تساعده، لكن الضابط بيشوفه بينادي عليه وشهاب بيفضل مكمل ماشي جوه طرقه العماره ومش عايز يبص وراه ولا عايز يقف. شهاب وهو في وسط البيت بيبص جنبه والضابط جاي وراه بيلاقي في شقه مكتوب عليها الدكتوره النفسيه رانيا. شهاب بيرن عليها الجرس علشان تفتح له ويخش وتخلصوا من موضوع الضابط اللي جاي وراه ده بحجه يعني ان هو مريض وجاي لها عشان تكشف عليه مثلا يعني. ففعلا الدكتوره رانيا بتفتح الباب لكن بتستغرب لما بتشوف واحد واقف قدامها ساكت ما بيتكلمش وبيشاور بايده بس. بيكون الضابط جاي وراه وبتخلص الحلقه على كده. طبعا زي ما انا توقعت وزي ما هيحصل بالظبط في الحلقات الجايه ان هيكون الامز توينز دول وراهم حاجه كبيره جدا في قتل يوسف الهاكر. اكيد اسماعيل لي رجلي في الموضوع لان مش معقوله يعني ان هو كان فقير وكان مش لاقي ياكل زي ما عرفنا من شهاب ما قال له انت كنت بتلم فلوس الجمعيه بتاعتك وفلوس المواصلات مننا ومره واحده بقى اغنى راجل في مصر. بس يا ترى هيكون ايه السبب ورا الموضوع اللي هم يعملوه دوت ويقتلوا واحد عارف كل تفاصيل الناس المشهوره؟ اكيد وراهم جريمه كبيره العيال ده عاملينها. بس المسلسل بيسيب لنا شويه اسئله كده عايزين نعرفهم في الحلقات الجايه. وهل شهاب يوصل لطرف خيط عشان يحل مشكلته واللي هو واقع فيها دي كلها؟ وهل ديدو فعلا هيقرر ان هو يتفق مع شهاب على مساعدته في ان يوقع الامز توينز في المشاكل؟ كل ده كده نعرفه في الحلقات الجايه وهنعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. لكن انا عندي وجهه نظر كان ممكن الحلقه دي كلها تتلخص في 10 دقائق زياده عن الحلقه اللي فاتت وتنضاف بدل ما المط اللي بيحصل ده وخلاص. يعني بدل ما الحلقه الاولى كانت مثلا نص ساعه كانت ممكن تبقى 45 دقيقه ما يضرش بدل مط الحلقات الزياده، وده هيبقى شيء وحش في المسلسل بس. وده كان ملخص الحلقه الثانيه من مسلسل سوشيال، وانتظروا مني الحلقات الجايه لبقيه المسلسل وحلقات تانية كتير غير المسلسل ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تشوفوني في اليوتيوب، واكتب لي كومنت كده حلو زيك علشان استمر في موضوع الملخصات وموضوع مراجعات الافلام ده لان الحاجات دي بتفرق معانا جدا وبتدعمنا. بس كده اشوفكم الحلقات الجايه ان شاء الله. بالله عليك ما تنساش تفعل الجرس زي افلامانجا علشان تشوف الفيديوهات الجايه. بس كده تكون حلقتنا النهارده خلصت وانتظروني الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.